بورسعيد الجديد، بازار بورسعيد زي ما احنا شايفين المقاطعة أثرت عليهم، قفلوا محلاتهم، وكمان لو فتحوا خلاص ما عادش عندهم سمك. وقالوا هنكمل احنا مكملين معاكم في المقاطعة لأن احنا كمان حالنا وقف، احنا ملناش ذنب، المنبع الكبير هو اللي بيتأثر، لأن كل حاجة زي ما بيقولوا غالية، الأعلاف غالية والجاز غالي على أصحاب المراكب اللي بيصطادوا الصيادين، فبناخد منهم السمك سعره غالي، فاحنا ملناش ذنب، بنبيعه للمواطن برضو بالأسعار اللي هنكسب فيها. لكن المقاطعة كملت علينا، احنا من قبل المقاطعة واحنا بنشتكي من الأسعار اللي بناخدها من المنبع غالية وعالية علينا، لكن المقاطعة كملت علينا. ده كلام التجار الموجودين هنا في سوق البازار في بورسعيد، واللي قفلوا زي ما احنا شايفين، محلات قفلت ومحلات موجودة وفتحة لكن بتهش وبتنش ومش عارضة بضاعة وما اشتريتش سمك، لأن الحال وقف عليهم هنا سوق البازار في التوقيت ده. والنهارده الخميس كنا بنشوف يعني ما تقدرش تحط رجلك فيه، لكن اتأثروا تأثير كبير جدا بالمقاطعة وحالهم وقف، وزي ما احنا شايفين كده الدنيا واقفة معاهم. السلام عليكم. قول لنا الدنيا ماشيه معاكم ايه بعد المقاطعه واللي حصل؟ هو بعد المقاطعه كملت على بقيه قبل المقاطعه. قبل المقاطعه كان الجو احنا بنشتري من الاسعار كل مدى في زياده، من قبل المقاطعه واحنا بنشتري بالغالي. تكلفه السمك على التاجر التكلفه بقت عاليه، العربيه اللي كانت بتاخد 100 جنيه بقت بتاخد 1000 جنيه تكلفه، الجاز بقى عالي، تكلفه الطن العلف بقى عالي عليه، فاصبح احنا كل يوم في زياده تلقائي من نفسها لوحدها تلقائي من نفسها لوحدها. طبعا النهارده السماكه كتير بقى، العدد بقى مهول النهارده، كل فرع يعني مش السوق بس متحكم، كان المفروض ان السوق السمك ده هو المتحكم في الاسعار، المفروض السوق الكبير ده اللي يبقى متحكم في الاسعار. فروعات السوق المتفرعين دي غلط على الاسعار، دي اللي غلت الاسعار بقى. احنا يعني اللي فاتحين بره هنا، ايوه دي اثرت على الاسعار. انا شايفاهم بيبيعوا اقل من السوق. ما هي مش ما بيبيعوا اقل من السوق، ما كل سلعه ولها سعر معين، سعر معين، كل سلعه ولها سعر معين، وكل سمك وله نظافه او سعر نظيف بيبقى اعلى بالنسبه للسمك الوحش. تلقائي من نفسه. كل ده عبء على المستهلك، مش عبء على التاجر بس. احنا لما نيجي نقول للمستهلك الزبون ده لما نيجي نقول للمستهلك السمك دوت ب5 قروش وتيجي تقول له بكره 6 قروش و7 قروش، بيستغلاه، هو بيستغلاه تلقائي من نفسه، بيستغلاه، وانت مجبوره ان انت تبيعي كده لان انت بتجيبي غالي. بس عليك السمك اللي احنا البورسعيديه عارفينه، السردينه والشبار المبطط ده يعني تفلت تكون شبار، تفلت تكون سردينه، ما عادش الكميه زي الاول، بتقل الكميه قليله والمستهلك كتير. لا مش الكميه والمستهلك. اللي بيروحوا يصطادوا الزريعه من السمك البساريه الصغيره، لا مش عارفه ايه، طلعناها. الله يفتح عليك، كانت الحكومه عاملاها، الله يفتح عليك، ديت مش موجوده. الزراعه شغاله 24 ساعه 24 شهر شغاله. بيجي موسم الزراعه، موسم الزراعه بيبدا من شهر 1 لغايه شهر 3. المفروض ديت وقف، مش وقف لسلع معينه، ايوه لغزل معين، بيبقى المفروض مراقبه للغزل المعين اللي هم بيصطادوا بيه، يبقى لازم الشبك بتاعه مش صغير، يبقى كبير، ما يجيش السمك الصغير. الزراعه موسمها معروف عند الحكومه وعند الصياد. يعني بعد سمك المبطرخ على طول بيبدا موسم الزراعه، بعد السمك المبطرخ على طول بيبدا موسم الزراعه. دي المفروض ان هو في متحكم، حرس الحدود والمشاة بيبقوا متحكمين في الموضوع دوت. لكن اصبح دلوقتي السمك بيطلع قليل من البحر، وتكلفه المركب غالي. هو السمك غالي لان المركب بيطلع المركب النهارده ده بيقعد 5 ايام في البحر، 5 ايام في البحر، ده بالك انت بياخد له مثلا ب 30 40 الف جنيه، ده بالك جايب جاز وبنزين بيطلع ب 35 الف جنيه. اصبح النهارده اللي هو ما بيستفادش حاجه، ده بالك فما تبغي بيجيب السمكتين، ده بالك انت ما بيجيبش مصاريف اللي هو الجاز غلى، البنزين غلى، الاكل والشرب اللي بيجيبوه غلى، وما بياخدوش حاجه. السمك قليل في البحر، سمك المزارع والبنزين والجاز والمصاريف اللي بيصرفوها والعلف والكلام ده كله معلق اسعار السمك.
ما فيش اكتر من كده. برضه التاجر في المزرعه مش ظالمكم انتوا بس، ظالم الناس. ظلم الناس كلها. احنا عامه داخلين على الوقت على 7 8 شهور. احنا كسماكه تجار بنبيع على الفرش ما بنكسبش حاجه، مش عارفين نكسب حاجه اوتوماتيك. يعني انتوا كمان متضررين. مضرورين جامد. فعشان كده احنا النهارده لان احنا مش عاجبنا الاوضاع، مش عاجبنا الاسعار الغاليه دي. ما بنعرفش نبيع. لو بعنا 100 كيلو سمك النهارده بنبيع 2 3 كيلو سمك. بقالنا سنه على هذا الوضع ما عادش. فاهم؟ ما عادش يعني ما عادش. الدنيا غلا وكل حاجه غاليه، وتيجي تكلم واحد يقول لك الجاز البنزين ده اللي بنسمعه منه. اللي بنسمعه منهم. فاهم دماغي؟ كده احنا ايه الغلا منين؟ ما احناش عارفين. احنا كسماكه ما احناش عارفين الغلا منين. نقوم الصبح نقف على المرة تلاقي الاسعار ولا على النار اوتوماتيك. يا التاجر بينزل لكم البكره صغيره. يقول لك ده بقد كده، يحدد الحاجه الوقت ده بقد كده. خد بالك. فاهم دماغي؟ اللي بيجيب الحاجه من يعني صاحبها، مش التاجر الجمله اللي بيبيع. التاجر الجمله ملوش ذنب. في مشكله عندنا بقى في بورسعيد. بورسعيد معتمده على قناه السويس ومنة الصيد. منة الصيد شغاله عادي برضه، ما بتكفيش بورسعيد. قناه السويس منعين الصيد فيها بالله، وهي اصلا كده تعليمات امنيه ما نقدرش نتكلم فيها. هو ده برضه مقصر، لان الكلام ما بيطلعش حاجه، يعتبر ما بيطلعش حاجه خالص. يعتبر كده كل الشغل على منة الصيد. الكميه لا، القناه قناه السويس هي اللي كانت بعبء كبير، بتسد عبء كبير في بورسعيد. ديت ممنوعه. برضه من الست ما هنيجي نبص باجي ابص العبء كله عليها. انا كبورسعيديه كمان بروح مثلا على البحر بلاقيهم مطلعين سردين بكام الكيلو، بيقول لي برضه ب 100 جنيه. لا، امال بيدوني ده لها موسم معين. احنا بنتكلم على منة الصيد مش الظهره. ديت لا مش الظهر. ما هي دي اسمها الظهر. دي ما بتعملش حاجه لان نسبتها قليله. منة الصيد لا ممكن يرمي احنا بنتكلم على المراكب بقى. بيجيب والله. قليل هو اللي عامل مصيبه سمك الزريعه. قليل هو ده اللي عامل المصيبه. قليل. هي المشكله اللي انا بقول لك عليها ديت عامله عبء برضه في بورسعيد. قناه السويس. ده اليوم الخامس. متأثرين طبعا. متأثرين. لو احنا كنا متأثرين 50%، الوقت متأثرين 100%. تمام. لا ما فيش بيع. ما بنجيبش لان هو اصلا السمك مش بيتباع. يا ست الدوله تجيب لنا سمك رخيص واحنا نبيعه. احنا مستعدين. السمك سلعه معرضه للتلف. السمك سلعه معرضه للتلف. معرضه. احنا مش فرحانين باللي احنا الاسعار تبقى غاليه، لان ده معرض. النهارده بيبات، النهارده ممكن يبوظ عندك فيترمى عندك. لو بات عندي بيترمى غصب عننا. احنا بنخسر مش بنكسب. احنا بقالنا الوقت داخلين على 6 شهور ولا 7 شهور احنا بنخسر عشان نبيعه. قبل المقاطعه. المقاطعه كملت 50% على ال 50% اللي باقيين. فالنهارده احنا انتوا عامه كده بتشتكوا من الغلا. بنشتكي من الغلا من قبل موضوع المقاطعه. عشان كده معلش احنا بقالنا الوقت الاسبوع ساعه المقاطعه ما عندناش ننزل نجيب سمك. ما عندناش ننزل نجيب سمك. زي ما شايف اهو فلوس فاضيه عندنا اهي، وعندنا عمال وعندنا ناس بتشتغل وعندنا مصاريف وعندنا ايجارات محلات مش عارفين نجيب. الوضع بيسوء. الوضع مصر. المطاعم دي كان بيبقى عليها زحمه كان بيبقى عليها اقبال. ايوه كان المطاعم هنا كان بيبقى عليها النهارده الخميس في زوار بتيجي. وبكره كمان الجمعه. الجمعه حتى الزوار بدات تشتكي من الاسعار. الاسعار غاليه. الزوار بداوا يشتكوا. طبعا ما عادش حاجه طبعا. تنسي. كانوا بيجوا بورسعيد عشان بورسعيد مش التكلفه احنا عندهم. كسماكه. احنا بياكلوا سمك جوده كويسه، جوده 100%، وبيوصلوا الاسعار بتبقى فرق اسعار عندهم هناك في القاهره. الوقت الوقت اللي بقت الاسعار عندهم زي عندنا، فمش فارقه معاهم. الوضع احنا مش عاجبنا. احنا مش عايزين نقعد كده. احنا عايزين نبيع ونشتري ونعمل زي زمان، زي بورسعيد ما كانت زمان. طب انت ارخص حاجه فيها السمك. يا بورسعيد الحمد لله رب العالمين يعني ارخص بلد في الدنيا كلها. بس الاسعار اوتوماتيك تغلى اوتوماتيك. تنزل الصبح تتفاجئ باسعار ما ما فيش. احنا بنعمل مقاطعه مع الناس. يعني انتم مشاركين في المقاطعه. طبعا مش عاجبنا الاسعار مش عاجبنا. يعني ازاي بقى لي دلوقتي 7 8 شهور. بالك انت بشتغل ببلاش.